الأهلي ومباراة صن داونز. خليني أقول لك الأهلي لازم يكون مستعد للماتش بكرة. فرقة صن داونز اللي احنا متعودين عليها مش هي فرقة صن داونز. فرقة صن داونز تقريبا غيرت جلدها بشكل كبير جدا، بأفكار جديدة، بهوية جديدة، بمنتاليتي مختلفة تماما عن اللي احنا كنا بنقول عليه. في البداية خليني أقول لك كنا بنشوف فرقة صن داونز فرقة بتمرر بشكل مبالغ فيه، بتمرر كتير جدا، بتدور على ثغرات. ولكن دلوقتي مع ميكائيل كاردوزو الموضوع مختلف تماما. الناس بأقل عدد من التمرينات الناس بتلعب كرة صريحة، بتلعب على الأطراف، في تنويع في الشكل. أي نعم، يبان لك إن الشكل دلوقتي أفضل عن المعتاد، ولكن فقط شيء من الإبداع. الفرقة مع الراجل ده، مع ميكائيل جاردوزو، بتشوف إيه أقرب طريق ممكن يوصل له، بيوصل للهدف بتاعه بشكل مباشر. ولكن فكرة بقى المتعة والحلول الكتير اللي كانت بتبقى عند فرقة صن داونز دي كلها ما بقتش موجودة، والناس دلوقتي بقت تلعب كرة مباشرة. خليني أكلمك دلوقتي عن الشكل اللي بيلعب بيه ميكائيل جاردوزو مع فرقة صن داونز، وإيه هو الطريقة الأمثل للنادي الأهلي ممكن يطلع بيها يعني بأكبر مكاسب ممكنة، والتشكيل المناسب للطريقة دي. في البداية فرقة صن داونز تقريبا الشغل كله بيتعمل في الثلاثي الأمامي. عادي جدا ممكن تلاقي شلاولي هو اللي بيطلع على الطرف وبيفضي مساحات للأطراف. عادي جدا تلاقي سالس هو اللي بيلعب راس حربة. عادي جدا تشوف لوكاس بيريرو هو اللي بيلعب راس حربة، واللامركزية والروتيشن اللي بيعملوه التلات لعيبة في الشكل الأمامي دول بيعملوا صداع لأي فرقة كورة. ما دون ذلك مش هتلاقي فيه حاجة ممكن نتكلم فيها. أما بخصوص النادي الأهلي أو التشكيل المتوقع للنادي الأهلي والطريقة الأنسب للنادي الأهلي، النادي الأهلي يلعب بالشناوي، يلعب محمد هاني، يلعب بأشرف داري ورامي ربيعة، ويلعب بأحمد نبيل كوكا. هنلعب بثلاثي وسط الملعب 2-6، مروان عطية وأكرم توفيق. وهتلعب إمام عاشور يلعب 8 ويبقى في حركة شوية. هنلعب ناحية اليمين، هنلعب بحسين الشحات، نلعب بوسام أبو علي وأشرف بن شرقي. وخلينا عايز أقول لك يعني في تكتيك مهم جدا لازم النادي الأهلي يشتغل عليه ويحول نقطة الضعف دي، حتة الباك ليفت، إن هي تبقى مصدر قوة. تاني مهم جدا أشرف بن شرقي يستغل الفراغات اللي هتبقى في خط الظهر من جانب فرقة صن داونز، ونحول النقطة الضعيفة عندك دي تبقى هي نقطة قوة بالنسبة لك، وتستغلها بشكل كويس، إن هما تقريبا الشغل كله هيعملوه من عندك. أما بخصوص النادي الأهلي المباراة دي لازم تتقسم ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة في ربع ساعة. مش هينفع تلعب بنفس الشكل طول الوقت، مش هينفع تلعب ضاغط طول الوقت. مهم جدا إن النادي الأهلي يعرف إن إحنا محتاجين إيه من المباراة. في البداية أنا مش عايز يخش فيا هدف، ولكن لو صحت لي فرصة إن أنا أسجل مفيش ما يمنع. إنما فكرة إن أنا ألعب طول الوقت رافع إيدي كده كأني في ماتش ملاكمة، ده طبعا أمر مرفوض. في البداية ممكن تنزل البريسنج بشكل جماعي، مش عايزين البريسنج بشكل فردي، كل واحد نشوفه في حتة. مهم جدا اللعيبة تبقى تفضل مركزة طول 90 دقيقة، ما نخرجش كتير عن النص. وإن شاء الله النادي الأهلي لو اهتم بكل الكلام اللي احنا قلناه، واهتم فكرة إن يستغل الكرات الثابتة وبلاش كرات ثابتة حوالين ال 18 وفاولات ملهاش أي 30 لازمة. والرسالة دي بخص فيها بالذكر الكابتن رامي ربيعة، نفضل مركزين من أول دقيقة لآخر دقيقة. مش مطلوب أبدا في مباراة زي دي يبقى في سرحان. مش هيبقى مطلوب أي أخطاء الواحد يعني يشوفها مش هينفع نعديها. تقريبا المرة المليون دي البطولة اللي النادي الأهلي تقريبا هينقذ بيها الموسم، وإن شاء الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي. سلام.